السلام عليكم، ازيكم يا طلاب؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا حلقة مهمة جدا لأنها حجر الأساس في أي برنامج بلغة دارت. في الحلقة اللي فاتت كتبنا أول كود بسيط وشفنا المين فانكشن بتعمل ايه. النهارده بقى هنفهم يعني ايه مين وبتشتغل ازاي وليه لازم تبقى موجودة في كل كود دارت بيتكتب. طيب يعني ايه مين؟ دي ببساطة هي نقطة البداية لأي برنامج. مهما كتبت كود قبلها أو بعدها التنفيذ دايما هيبتدي منها. ممكن تعتبرها زي المفتاح اللي بيشغل العربية، من غيرها العربية مش هتمشي. طيب الشكل العام للدالة زي ما احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت، بنكتب كلمة void main ونفتح الأقواس بتاعتنا. هنشرح دلوقتي كل كلمة بالتفصيل. كلمة void معناها إن الدالة مش بترجع أي قيمة، يعني بتنفذ الكود اللي جواها خلاص. طيب كلمة main دي اسم الدالة. الأقواس الكيرلي براكت دول بنكتب جواها الأوامر اللي الكود هيشغلها. مثال بسيط زي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. بنكتب كلمة void main ونكتب كلمة print. يعني لو كتبنا I love dart ودوسنا run هيظهر لنا hello world وبعد كده I love dart. طيب ده لأن الكود بينفذ سطر بسطر من فوق لتحت. أول برنت اشتغلت وبعد كده التانية وهكذا. هندي مثال دلوقتي تاني. كتبنا ايه؟ احنا كتبنا برنت كله هيبقى خاص بالأمر برنت. لو جينا دوسنا عند run عند الديبج البرنامج ماشي خطوة خطوة. هيظهر لنا البرنامج بدأ، بنحسب مجموع الرقمين، النتيجة الجاية 7 وهنعرف الجمع وهنعرف العمليات الحسابية كلها. طيب ده بيعمل ايه؟ لاحظ ان برنت 3 زائد 4 جمعت الرقمين جوه الأقواس وطبعت النتيجة على طول. ايه اللي هنتعلمه تاني ده؟ طيب هندي مثال على المتغيرات. هنكتب void main، هنكتب int دي اللي هي integer، هنسميها وليكن x بتساوي 10. بعد كده هنكتب int تاني y وليكن مثلا بتساوي 5. ايه اللي هيحصل دلوقتي لو جينا قلنا ان int هنسميها result بتساوي او equal الاكس زائد الواي. تمام، وهنقول له print وهنقول له نفتح كيرلي براكتس وهنقول له اطبع لي الريزلت ونقفل الاقواس. طيب لو جينا دوسنا run النتيجة اللي هتظهر هي مجموع عددين اللي فوق. هنعرف المتغيرات اللي موجودة في لغة ضغط، وخد بالك إن علامة الدولار دي بتستخدم لما تحب تعرض قيمة متغير جوه النص. يعني إيه؟ يعني ده احنا قلنا إن ده هيكون متغير، عشان تكتبه جوه دالة برنت لازم تحط قبلها دولار ساين. طيب لازم يكون عندك دالة واحدة بس اسمها مين في كل الملفات. يعني أي ملف هتكتبه مش هيبقى عندك إلا مين واحدة بس. الكود اللي جواه هو اللي بيتنفذ بالترتيب من فوق لتحت. تقدر تكتب أكوادك كلها فيها، بس الأفضل بعدين نبدأ نقسمها لدوال صغيرة عشان التنظيم، وده اللي هنشرحه في الحلقة الجاية.